واتساب بيعمل تحديثات كتير الفترة اللي فاتت دي، عشان كده جاي لك النهارده بأهم التحديثات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وكمان شوية خفايا كده في واتساب انت ممكن ما تكونش عارفها. فاعمل لايك عايزين الفيديو ده يعدي، واشتراك، ويلا بينا على الفيديو على طول. دلوقتي انت ممكن تبعت فيديو لأي حد عادي، بس تتحكم في الجودة اللي هتبعت بيها الفيديو ده بحيث انه يوصل بأعلى جودة انت تختارها يعني. فهتيجي مثلا تختار اي فيديو وهتلاقي فوق علامة ال HD، وهنا بقى بيقول لك اختار الجودة اللي انت عايزها. فممكن مثلا تختار الجودة القياسية اللي هو كان بيبعت بيها زمان، وعندك اعلى جودة اللي هي ال HD. بس لو انت بعت فيديو 4K مثلا فالجودة تنزل لل HD، الا بقى لو انت بعت الفيديو ده على هيئة ملف لو انت مش عايز الجودة تقل يعني. فهتيجي على المشبك ده وتختار مستند او فايل، وبتختار الصورة او الفيديو اللي انت عايز تبعتها، وهتوصل زي ما هي كده من غير ما تخسر اي جودة يعني. واتساب وانستجرام وتقريبا كل تطبيقات السوشيال ميديا لقوا ان ميزه القنوات مميزه للتليجرام، فقاموا سارقينها. فعندك دلوقتي القنوات في الابديت الجديد للواتساب، وهي نفس فكره قنوات التليجرام. هتلاقي هنا قنوات كتير تقدر تشترك فيها عشان يجيلك منها الجديد وكده يعني. بس اول ما تشترك فيها القنوات دي هتكون الاشعارات بتاعتها مكتومه، فهتدخل على القناه اللي انت عايز تفعل اشعاراتها وهتضغط على الجرس اللي فوق ده. وفي نفس الوقت الواتساب قال هيستعير حته من التليجرام، راح التليجرام مشغل مخه وواخد ميزه الستوري عنده، وبقى بيطلع لك ستوريات من ناس انت ما تعرفش انك عرفتهم في حياتك اصلا، لانه بيجيب لك ستوريات اي حد انت مسجله عندك. الطبيعي في واتساب ان احنا بنبعت فويس مسج، بس دلوقتي بقيت تقدر تبعت فيديو مسج من نفس مكان الفويس. فهتتك على علامه الفويس وهتلاقي جاب لك علامه الفيديو دي، تقدر تضغط عليها ضغطه مطوله وتسجل الفيديو، او ترفع فوق وتخليه يسجل براحتك من غير ما تفضل ماسك البتاعه دي يعني. تقدر تسجل هنا فيديو دقيقه وتبعته على الشات، وبيظهر بالشكل ده كده من غير صوت، ولما بتضغط عليه الصوت بيبدا يشتغل. ميزة الفويس ستوري تقريبا وصلت للكل دلوقتي، وبقيت تقدر تنزل ستوري بصوتك زي اي ستوري بتنزلها عادي. فهتفتح الستوري وهتلاقي المايك اللي تحت ده، تقدر تسجل اللي انت عايزه، وكمان تتحكم في الخلفية اللي انت عايز الفويس ده يكون عليها وتنشرها عادي، وهتظهر للناس بالشكل ده. من الحاجات اللي الناس مش بتاخد بالها منها وهي لاست سين او اخر ظهور. لا انت كمان بتروح تحمل واتساب بلس، فما تتعبش نفسك، كده كده اللاست سين عندك في الاعدادات، وتتحكم بقى في اخر ظهور ومتصل الان من هنا يعني، وتخليها اللي انت عايزه. وكمان ضافوا ميزه فيها ان انت تقدر تخليها زي الستوري، اللي هو مثلا تضيف جهات معينه هي اللي ما تشوفهاش، وتضيف جهات اللي هما باستثناء دول يعني. فبصراحه ميزه حلوه وامان لك بدل ما تروح تحمل واتساب بلس والحوارات دي. من التحديثات الجديدة اللي هم ضافوها برضو هي ميزة المجتمع مش المجموعة، فهتلاقيها على الجنب كده، وتقدر تعمل مجتمع ممكن مثلا تجمع فيه جروبات كتير، وتقدر تشارك اللينك بتاعها عادي، وتضيف ناس وحوارات كتير كده. وتقريبا هم من يوم ما عملوها يعني محدش استخدمها اصلا. بس المهم دلوقتي بقى، طالما انت مكمل معايا لغايه دلوقتي، فتقريبا انت نسيت تعمل لايك، انا حاسس كده. فلايك واشتراك واجهز كده عشان لسه في حاجات كتير، وكل ما بندخل في الفيديو بقول لك على حاجات الناس ما بتاخدش بالها منها. تعرف انك عشان تعمل اجتماع على النت مثلا لازم تفتح برامج زي سكايب وزوم وحوارات كتير كده. دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. كل اللي هتعمله هتدخل على واتساب وتعمل انشاء رابط للمكالمه من هنا، وتختار نوع المكالمه بقى سواء اوديو او فيديو، وبعدين نسخ الرابط وتبعته للناس اللي هتخش معاك، وتقول لهم مثلا ان احنا هنبدا الاجتماع ده الساعه 8، فالمفروض ان كله الساعه 8 يضغط على الرابط ويدخل الاجتماع ده يعني. ولو حد دخل قبل كده يدخل يكلم نفسه، ما تخافش. بصراحه الموضوع حلو، انت مثلا ممكن تدخل عدد كبير، وفي نفس الوقت انت مش هتبعت لكل واحد بقى وترن عليه والحوارات دي كلها. اللي معاه اللينك بس هو اللي هيعرف يخش يعني. ولو انت عامل مكالمة عادي فتقدر دلوقتي تشير الشاشة بتاعت موبايلك، وبرضه من الواتساب، بس انت ما استخدمتش حاجة خارجية. فبتفتح المكالمة عادي، وبعدين ايقونة الشير السكرين اللي تحت دي، وتديله شوية صلاحيات وكده، وتشير السكرين عادي، بحيث مثلا انك لو عايز تشرح حاجة لصاحبك او عايز تعرض ملفات مثلا في اي اجتماع ولا اي حاجة، تقدر تعملها بكل سهولة. اكيد وصلك حوار انك ممكن تكلم اي رقم من غير ما تسجل الرقم بتاعه، بس طبعا لازم يكون معاك الرقم يعني. فهتدخل على السيرش بتاع الواتساب وهتكتب الرقم وهيظهر لك، وتقدر تعمل معاه شات بكل سهولة من غير ما تسجل الرقم، بدل بقى ما تسجل الرقم وتفتح التليجرام وتلاقي الاستوريات ظاهرة وترجع تقول ارقام مين دي. دلوقتي تقدر تفتح واتساب على كذا موبايل زي زمان خالص. فهتقدر تفتح الواتساب على كذا موبايل من غير بقى واتساب ويب والحوارات دي كلها. كل اللي هتعمله انك هتحمل واتساب عادي خالص على الموبايل التاني مثلا، وتتك على الثلاث نقط اللي فوق دول، وبعدين اللي هو رقم موجود بالفعل دي، فهيظهر لك كيو ار كود. فهتفتح واتسابك الاساسي، وبعدين هتيجي على الاعدادات في علامة الكيو ار كود دي، فتضغط عليها، وبعدين مسح الرمز، فهتعمل سكان للرمز اللي ظهر لك على الموبايل التاني بالكاميرا دي، وبس هتلاقيه فتح معاك نفس الرقم عادي خالص. لو خدت رسالة من حد وبعتها لأي حد تاني اللي هي فورورد مسج، فتقدر تبعتها للشخص التاني من غير مثلا ما يكون مكتوب عليها الكابشن بتاع الرسالة.
فهتيجي مثلا على رسالة زي كده اللي بعتها لك كاتب عليها من تحت زي كده، فهتتك عليها وبعدين السهم اللي فوق ده وبتختار الرقم اللي انت عايز تبعت له الرسالة دي، وبيظهر لك الكلام اللي هو كاتبه جنب الصورة، فهتضغط على الاكس اللي فوق دي وتقدر تبعتها بالشكل ده كده زي ما هي، او حتى تقدر تكتب كلام انت عايزه على الرسالة عادي. دلوقتي بقى لو انت بعت رسالة لأي حد وغلطت فيها مثلا، تقدر تعدل الرسالة قبل ما يشوفها لما تضغط عليها وتعمل تعديل اللي فوق دي وتعمل التعديل اللي انت عايزه، بس طبعا هيظهر له في الشات ان انت عدلت في الرسالة يعني. فبصراحة هي ميزة حلوة، بس الوحش فيها ان هي لو الرسالة عدى عليها فترة وفترة قصيرة كمان تقريبا 3 أو 5 دقايق، فمش بتقدر تعدل فيها بعد الفترة دي، وده برضه عشان الأمان وعشان ما تكتبش كلام مثلا وواحد ما ياخدش باله، فكده الصح برضه. لو انت في جروب وواحد بعت رسالة مثلا وعايز ترد عليه هو شخصيا برايفت، فتقدر تضغط على الرسالة كده ضغطة مطولة وبعدين الثلاث نقط اللي فوق وبعدين رد على صاحب الرسالة دي، وتكتب الرد برايفت عادي خالص وهيوصله برايفت وهيوصله انك ردت على الرسالة دي مخصوص يعني. فبس كده كفاية تقريبا، دي معظم المميزات اللي نزلت في الواتساب الفترة اللي فاتت، وكمان شوية خفايا كده وتريكات يعني تقدر تعملها. فلو انت مكمل معايا لغاية الاخر اكتب لي في الكومنتات، عايز اعرف لسه في ناس بتكمل للاخر، وكمان لو عايز جزء تاني اكتب لي طبعا في الكومنتات. واخيرا بقى ما تنساش طبعا اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده مثلا 200 300 لايك كده، والاشتراك لو لسه ما اشتركتش. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.